اهلا بيكم. قصة الترندات والانتشار السريع لاخبار معينة عشان تاخد بوشنج جامد كده جوه الميديا، قصة معروفة من زمان واتهرست في مليون فيلم عربي قبل كده. شكسبير قال في مسرحية من مسرحياته ان الدنيا عبارة عن مسرح كبير، والناس اللي فيها ماشيين كل واحد بيعمل الدور اللي مكتوب له. لو انت ناوي تغير دورك تمد ايدك وتفتح الستارة، الله اعلم هتشوف ايه ورا الكواليس، بس ممكن اللي تشوفه يخليك ما ترجعش تشوف الدنيا زي ما كانت، ولا تقدر تغمض عينيك. يعني احنا دلوقتي مثلا عندنا الشاب اللي اتطرد من محل الكشري ده منتشر جدا، واي حد عايز يعمل اي حاجة يقوم حاطط اسمه في جملة مفيدة. معانا طبعا قصة حسام حبيب وشيرين، برضو قصة ماشية، برضو الدنيا دايرة فيها ومش واقفة. طبعا مفيش اجمل في الترند من قصة ان واحد يطلع يشتم فلان او يشتم علان او يسب حد، فالناس كلها تجري ورا القصة دي وتمشي وراها وتبدأ تقعد تدور حواليها وليه ومين وفين وازاي. يا بنت الجزمة، إلهي ربنا يوقف نموك. كل ده بقى بيغطي على ايه؟ على حدث اساسي ومهم، الكاب 27 العظيم، ان العالم كله موجود على ارض مصر، بيغطي على الحدث ده. مش عارف ايه الفكرة يعني او ايه الفايدة ان حدث زي ده يتغطى عليه. يعني المفروض الدنيا تبقى هادية شوية ومستقرة والناس تتابع اخبار الحدث ده كويس، لان رؤساء العالم كلهم موجودين عندنا يعني. وشكرا لكم. ايوه لازم ينبسط الراجل، لازم ينبسط يا زينب، ما ترقصي له يا زينب عشان يبقى